أهلا بيكم من جديد على قناتكم المفضلة. فيلم النهاردة هو Legend of Kung Fu Rabbit 2011. بيبدأ الفيلم بأستاذ الكونغ فو الرائع لاو جون زو شيفو، بس كل تلاميذه بيقولوا له المعلم شيفو. كان بيدرب تلميذه الأرنب بيجي، وطلب منه يسلم رسالة لبنته بيوني اللي طلب منها ما تلومش نفسها على اللي حصل. وبعد ما بيجي أخد منه الرسالة ومشي، جت مجموعة مقاتلة وهجموا على شيفو، وكان عايز زعيمهم باندا عملاق اسمه شيونج بياما إنه يحكم المكان ويبقى هو واللي معاه المسيطرين على أكاديمية النمور. وطلب من شيفو إنه يسلمه ميداليته ولقبه، بس شيفو رفض وقتله هو واللي معاه، وكانت النتيجة إنه اتجرح واتسمم، فرمى عليهم قنبلة غاز وهرب منهم، بس للأسف صابوا السم، ومن كتر التعب والسم اللي بقى بيجري في دمه ما قدرش يبعد لمسافة كبيرة، ومحدش عرف ايه اللي حصل له او ايه مصيره. وعلشان تعرفوا لازم تكملوا الفيديو للآخر، ويا ريت تدعمونا باللايك وشير، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناة اعملوا بسرعة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بنتعرف على الأرنب الأبيض تي اير وهو بيشتغل في المخبز، ومن كتر حبه في الكونج فو بقى بيعمل حركاته حتى مع العجين، وكان نفسه جدا يكون طباخ مشهور. وبعد ما خبز الكحك اللي كان بيعمله وطبعا كان عليه صورته، أخده علشان يبيعه، وأول لما خرج من المحل بتاعه خبط في حد قاعد في الأرض وده خلى الكحك كله يقع، فقعد على الأرض يلمه، ولأن نظره ضعيف مسك رجل اللي اتكعبل فيه وكان فاكره كحكة من كحكاته، بس أول لما حس إن دي رجل حد اتخض، والحد ده كان شيفو واقع على الأرض وفاقد الوعي. فشالوا تي اير واخدوا على بيته، نيموا على سريره وعالج جروحه. ولما فاق شيفو قال له ان الجروح مش هتتعالج ولا حتى السم مفعوله هيروح، لانه سم قاتل وبقاله مده في جسمه. وقبل ما يموت ادى لتي اير كل معلومات الكونج فو اللي يعرفها، وطلب منه يروح الاكاديميه بتاعه النمر في بكين ويسلم الميداليه بتاعته لبنته بيوني. وبعد ما خلص وصيته مات، وبعد فترة جهز تي اير نفسه علشان يروح يدور على بيوني ويديلها الميدالية اللي معاه، بس وهو في طريقه عدى على غابة وكانت الأرض مش مستوية خالص، وبقى طول ما هو ماشي يقع لحد ما جه الليل، ومن كتر التعب نام من غير ما يحس. واللي صحاه صوت 2 حرامية كانوا بيلونوا وشهم وجسمهم علشان يغيروا شكلهم ومحدش يتعرف عليهم وهم بيسرقوا. فقرب منهم تي اير وسألهم عن المكان اللي فيه أكاديمية النمر، وما كانش يعرف انه رايح لقطاع الطرق برجليه. ولما استوعب انهم هيسرقوه هرب على طول، وهم كمان جروا وراه لحد لما وقفوه، وكان صوتهم عالي جدا، فسمعهم بيوني وبيجي، فقرروا انهم يساعدوا تي اير ويخلصوه من قطاع الطرق دول. وفعلا قطاع الطرق هربوا، وشكرهم تي اير على مساعدتهم لانه من غيرهم ما كانش هيعرف يعمل حاجه. ولما سألهم عن اسمها قالت له بيوني، بس هو سمعها شوني، فشكرها لتاني مرة، وكل واحد كمل طريقه لوحده. أما تيامبا فرح له مجموعة من الحيوانات وسألوه عن مكان شيفو، وكانوا حاسين إنه عمل له حاجة، فدار تيامبا وقال لهم إن في يوم هجمت الذئاب المدينة كلها، ولما جه شيفو يقف قصادهم ضربوه ضرب جامد لحد ما مات، وقال لهم إنه قبل ما يموت طلع ميداليته واداها له، وطبعا ما حد صدقه وطلبوا منه يوري لهم الميدالية لو فعلا معاه، فهاجمهم تيامبا بالسم بتاعه. وفي نفس الوقت ده كانت بيوني قاعدة مع بيجي وبتقرا رسالة والدها ليها، وكانت زعلانة ومتأثرة جدا جدا، فأخدها بيجي على البيت. ومن ناحية تانية وصل تي اير للمدينة وكان مبهور بكل حاجة فيها، وراح لبياع وسأله عن مكان أكاديمية النمور، فقال له البياع إن المكان مش بعيد، ووصفه له. وهو في الطريق سمع اسم بيوني وفضل يلتفت يمين وشمال علشان يلاقيها، بس الدنيا كانت زحمة جدا، وكان في حراس تيران مش عارفين يعدوا منه، فاتخانقوا معاه وعدوا وهو راح وراهم. وأول لما وصل للأكاديمية بتاعت النمور لقى إعلان وظيفة مكتوب فيه إن مطلوب مساعد طباخ، فقدم للوظيفة واتقبل على طول. وكانت أول مهمة ليه في الشغل إنه يحط الأكل لتيامبا ورجالته اللي كانوا بيحتفلوا بأنهم خلصوا من شيف.
واول لما وصل لهم تي اير بدل ما يقدم لهم الاطباق رماها في الارض وصرخ، ولما لقى الكل باصص عليه ومستغرب فهم انه عمل حاجه غلط، وعلشان يداري على عملته عمل نفسه بيرقص وبيمثل مشهد وقال اسم بيوني في المشهد اللي مثله. فاتدخل رئيس الطباخين بسرعه جدا وحذره من انه يقول اسم بيوني تاني لان تيامبا لو سمعه هيقتله. وكانت بيوني في السوق علشان تشتري هديه لوالدها تديها له اول لما تشوفه، فقال لها البياع ان والدها مش لاقينه بقاله اكتر من يوم. فدخل بيجي لأكاديمية النمور علشان يتجسس على تيامبا على أمل إنه يعرف أي معلومة عن شيفو، بس تيامبا شافه وخلى رجالته يمسكوه ويحبسوه، فجت بيوني وأنقذته وأخدته ومشيت. وتاني يوم الصبح صحي تي اير على صوت رئيس الطباخين طلب منه يغسل الأطباق، وبعد ما لم الأطباق خرج علشان يوديها المغسلة، واتصدم لما لقى كل اللي موجودين بيتمرنوا كونج فو، وبقى بيعدي ما بينهم بالاطباق بالعافيه لحد لما اتكعبل ووقع وكسر كل الاطباق. وحظه الوحش كمل معاه لحد لما جه يقف فاتزحلق في قشر موزه، وقع على جهاز التدريب اتخبط فيه والكل ضحك عليه. وبعد اليوم ما انتهى كان تعبان جدا ونام من غير ما يحس. وفي الوقت ده كانت بيوني ومعاها بيجي بيحاولوا يدخلوا لأكاديمية النمور من غير ما حد يشوفهم، وقدرت إنها توصل لأوضة تيامبا وسألته عن والدها. فكدب تيامبا عليها وقال لها ان شيفو بنفسه طلب منه انه يكون رئيس الاكاديميه مكانه، طبعا ما صدقتهوش وطلبت منه يوري لها ميداليه شيفو اللي معاه لو فعلا بيقول الحق ومش بيكذب، لان الميداليه هي رمز زعامه المكان. فعمل نفسه ماسك الميداليه بايده وحضر مخالبه جرحها بيها على اخوانه، وطبعا دراعها اتجرح، فقررت انها تهرب بسرعه قبل ما يأذيها اكتر من كده. بس تيامبا ما سابهاش وجري وراها، مسك في طيارتها الورق وفضل يقتلها، فاتدخل بيجي وعضه من ايده خلاه ساب الطياره وهرب هو وبيوني بعيد عنه، وامر تيامبا رجالته انهم يدوروا عليهم ويجيبوهم له. وتاني يوم الصبح صحي تي اير في الغابة على صوت بيجي وهو بيعيط لأن بيوني كانت تعبانة جدا، فجري عليهم تي اير وأخدهم وداهم لمكان ما فيهوش حد وعالجهم هما الاتنين وسابهم وراح حضر لهم أكل، وفضل قاعد جنب بيوني لحد لما فاقت وبدأت تسترجع صحتها. ولما بقت تتفرج على تي اير وهو بيطبخ حست انه خبير سري في الكونج فو من كتر الحركات اللي بيعملها وهو بيحضر الاكل. وبعد ما تي اير اطمن عليهم خالص راح لشغله في اكاديميه النمور ونظف المطبخ خلاه بيبرق. وبعد شويه وصل واحد من العمال وقال لتي اير ان في حد اقتحم اكاديميه النمور امبارح، واللي عمل كده كانت بنت لابسه اسود وكان معاها ارنب صغير وهربوا هما الاتنين بطياره ورق. ففكر تي اير وفهم ان الاتنين اللي هو ساعدهم واخدهم عنده هما اللي عملوا كده، وقرر انه لما يرجع لهم يسالهم. بس لما خلص شغله كان تعبان قوي ونام من غير ما يحس، وحلم بشيفو وساله ازاي يلاقي بنت بيوني. فقال له شيفو ان الطريقه الوحيده اللي تخليه يوصل لبنته هي انه يستخدم القوه الداخليه للكونج فو ويتواصل معاها روحيا. فقال له تي اير انه ما يفهمش حاجه من اللي بيقوله ده لانه مجرد ارنب بيحب يطبخ وينظف وبس وما يعرفش حاجه عن الكونج فو. فعلمه شيفو ازاي ممكن يستكشف قوته الداخليه ويستخدمها، ولما صحي من النوم طبق الخطوات اللي قال له عليها شيفو، ووقتها فعلا استكشف قوته الداخليه. وتاني يوم الصبح فضل يتمرن ويعمل حركات كونج فو، مع كل حركه بيتحركها وهو بيغسل اطباقه وبيطبخ وبينظف وبيوصل ميه كمان. والمره دي عدى وسط المتدربين من غير ما يوقع الاطباق اللي معاه. وكل يوم لازم يروح لبيوني يطمن عليها، ولاحظ انها بتسترد صحتها كل يوم عن اللي قبله، وبقت تتكلم معاه وتساله هو منين وليه جه للمدينه دي بالذات. فقال لها انه جاي علشان يدور على بنت واحد عجوز لقاه في الشارع وحاول ينقذه، وما قالهاش اسم البنت ولا اسم العجوز. ولما سألته عن شغله قال لها انه مساعد طباخ في أكاديمية النمور، ووقتها حست بيوني انه خاين ومن ضمن الأشرار، فسكتت وما كملتش كلامها معاه. ولما حس تي اير ان طريقتها اتغيرت فجأة شك ان في حاجة غلط حصلت او انه ضايقها بكلامه فسابها وراح لشغله. تاني يوم راح لها علشان يطمن عليها زي كل يوم، وما كانش يعرف ان رجاله تيامبا بيراقبوه وعرفوا مكان بيوني عن طريقه، وعرفوا كمان ان تي اير هو اللي كان مخبيها منهم، وعلشان كده مسكوه كتفوه سجنوه في زنزانه في اكاديميه النمور. وفي الوقت ده عمل تيامبا بطوله لتحديد الشخص اللي هيكون معلم ورئيس الاكاديميه الجديد، وجمع كل طلاب الكونج فو، وكان في مكان فيه متفرجين كتير من الجمهور. وقال لهم تيامبا انه هيستبدل الميداليه الوراثيه اللي بيستخدموها في كل مسابقه بميداليه جديده، وكل الموجودين اعترضوا جدا على ده.
فوقف تيامبا بمنتهى الغرور وقال إن أي حد يعترض على كلامه قبل ما يعترض يدخل حلبة القتال ويواجهه، ولو حد قدر يهزمه وقتها هيتخلى تيامبا عن منصب قائد ورئيس الأكاديمية ليه. وطلع له المحاربين واحد ورا التاني على ساحة القتال، وأولهم كان السلحفاة لوزيم، وقال إنه مش موافق أبدا إن تيامبا ياخد مكان المعلم شيفو. فهجم عليه تيامبا من غير رحمة لأنه اتضايق من كلامه، وفضل يضربه لحد ما هزمه وخلاه يفقد وعيه خالص. وبعدها وقف تيامبا بعلو صوته يتحدى أي حد من الموجودين، فجاله نمرين وتحدوه بالسيوف، واحد اسمه شاكا والتاني اسمه باكا. فسحب تيامبا سيف وقتلهم بيه، وكان القتال عنيف جدا بينهم هما التلاتة، وده لأن النمرين كانوا أضعف من تيامبا بكتير قوي، فضربهم هما الاتنين وانتصر عليهم زي اللي قبلهم. وفضل الحال مستمر على كده لحد لما وصلت بيوني ووقفت تتحدته، وكانت مهارات بيوني باينة من أول ثانية ليها في صالة القتال. ولما كانت خلاص هتهزم تيامبا اتصرف وطلب من رجالته إنهم يساعدوه، وهجموا عليها على إنهم اتنين من المعارضين ليها. وطبعا كتر القتال تعب بيوني، ولما جه تيامبا هاجمها فما قدرتش تقف قصاده ووقعت قدام كل اللي موجودين في ساحة القتال. وكان في الوقت ده تي اير بيحاول انه يتمرن على القوة الداخلية، ولما وقعت بيوني في ساحة القتال حس تي اير بيها وتوقع انها في خطر، فحرر نفسه من السجن وخرج لها على طول، وطار في الجو لحد لما وصل لساحة القتال. ونزل تيامبا اللي كان متفاجئ ومش عارف ازاي تي اير قدر انه يعمل كده. ووقف تي اير لقى بيوني واقفة وفهم انها هي بنت شيفو، فقال قدام كل الموجودين ان والدها اداله ميداليته امانة علشان يوصلها لها. واول تيامبا ما سمع الكلام ده طلب منه يديله الميدالية، بس تي اير رفض، فحضر نفسه انه يقتله بالسيف. فبعدته بيوني ووقفت قدام تيامبا وحاولت تاخد منه السيف، بس ما قدرتش لان قوتها كانت ضعفت جدا. ووقعها تيامبا في الارض وجهز نفسه علشان يقتلها بسيفه بكل قوته، فرمى تي اير الميدالية على السيف كسره لحتت صغيرة وراح أنقذ بيوني وبعد عنه. وكان تيامبا فرحان جدا إنه أخيرا أخد الميدالية، وحاول تي اير إنه ياخد منه الميدالية تاني، بس رجال تيامبا طلعوا له على ساحة القتال واتلموا حواليه وحصروه من كل اتجاه علشان يقبضوا عليه. فاستخدم الكونج فو، قدر إنه يهزم معظم رجال تيامبا والباقيين خافوا وهربوا. فقرب من تيامبا وضربه بنفسه لحد لما وقعه، بس تي اير فاجئه وفاجئ كل الموجودين وقام مرة واحدة هجم عليه وضربه لحد ما هزمه، والكل واقف مصدوم ومش مصدق عينه. واخد تي اير الميدالية من تيامبا واداها لبيوني، فشكرته وطلبت منه انهم يكونوا اصدقاء. وراحوا هما الاتنين ومعاها بيجي على الغابة وناموا على الأعشاب وبصوا للسما الصافية وقرروا انهم يستمتعوا بالجو الحلو وبس. وسألت بيوني تي اير إذا كان عايز يبقى خبير ومعلم كونج فو كبير ولا لأ، فقال لها إنه عايز يكون طباخ. وهما بيتكلموا سمعوا صوت حد بيطلب المساعدة، فجريوا على هناك وراحوا هما التلاتة يساعدوا اللي محتاجهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلم النهاردة وهو Legend of Kung Fu Rabbit 2011، واتعلمنا منه انه ما ينفعش ابدا ما نقدمش المساعده لاي حد محتاجها، لان المساعده دايما بتقوي صاحبها، زي ما حصل مع تي اير وقت ما ساعد بيوني، كان نفس الوقت اللي اكتشف فيه قوته الحقيقيه وبقى عنده افضل صديق جديد ليه. وحكمة دايما لازم ما ننساهاش، وإن الجشع لازم يدمر صاحبه. وقبل ما اسيبكم خلوني افكركم باللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد. سلام.